السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. احنا باين علينا كده هنقضيها طول السنة فطير. انا قمت النهاردة قلت اما ايه اعمل كده فطار. طب افطر ايه افطر بيض ولا افطر ايه؟ جو حر والواحد ايه قال يبقى لازم يقوم كده يعمل بنص كيلو دقيق كده نعمل حبة الفطير الجميلة اللي انتوا شايفينهم دول. نبتدي كده ونقول اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد. طبعا احنا هنعمل نص كيلو دقيق. انا المج اللي عندي ده 8 كوبايات منه بيعمل كيلو. انا هاخد 4، يعني 4 بالظبط كده. انا بحط ورق الرورة مع الدقيق علشان ما يسوس، وربع كده معلقة صغيرة كده دي براحتك، يعني بيكنج باودر. البيكنج باودر بيخليها كده يعني ايه هشة كده وطرية يعني. وهنا حطيت معلقتين سكر ومعلقة ملح وحبة خل صغيرين في كوباية كده. يبقى احنا ايه هنستعمل كوباية مية، وبعدين هنجيب كوباية تانية ونشوف هناخد منها قد ايه. كده دي الكوباية التانية هاخد منها لحد ما هعجن كده. انا طبعا بفصل الكاميرا علشان ايه اخلص، يعني اخلص الاول وبعدين بكمل يعني. فكده اهو لحد ما ابتدت ان هي خلاص بتلزق في ايديها، بس بتلزق بسيط يعني. وخدت يا دوبك كوبايه ونص او كوبايه، هي كوبايه ونص عشان الكوبايه الاولانيه ما كانتش مليانه قوي. هنا هكمل بقى على الرخامه كده بالطريقه دي. بصوا اسهل حاجه تعمليها الفطير، هيبقى سهل معاكي جدا وهتعمليه في ثواني يعني. خلاص كده احنا عملتها، اشتغلت فيها كويس جدا. اهم حاجة الفطير تشتغلي فيه كويس جدا. انا ممكن كنت جبت العجان وعملت فيه، بس انا قلت لا ما لهوش لازمة، وفي نفس الوقت ايه على السريع. خلاص قعدتها كده يجي نص ساعة كده، كنت بعمل حاجة ورجعت لها تاني وكملت بقى. وهاخدها كده وافردها. انا معايا هنا زبدة على سمنة، حطها في الطبق دوت. وطبعا ايه بالحرارة، درجة حرارة الغرفة او درجة حرارة المطبخ حسب بقى. هنا هفرد، حطيت حبة زيت صغيرين كده على الرخامة وهفرد. لو لقيتيها بتكش منك كده هوت براحتك خالص سيبيها وبعدين كملي. هجيب بقى كده السمنة على الزبدة واروح حطها بالطريقة دي، افردها كده. وهعمل بقى ايه اللفة دي. هنعكسها المرة دي بقى، يعني كل مرة بنعملها بحاجة شكل. المرة دي بقى هنعملها كده بالمعكوسة كده دي هنشوفها تطلع عاملة ازاي. بس صراحة طلعت جميلة. وهقول لكم كام فطيرة طلعوا من نص كيلو. يعني مش هنعمل مثلا لو عايزة تعمليها 2 وكده هقولك برضو تعملي ايه. طول ما انا بفرد بقى كده بفرد ايه معايا السمنة، يعني كده بفرد وبفرد السمنة. طبعا الجو حر جدا، فهنعمل ايه بقى هنقطعها وبعدين نحطها في التلاجة. يعني ما شاء الله خدت كده الرخامة كده بالعرض كده. الرخامة دي بالعرض متر يعني، فخدت تيجي متر كده معايا في النص كيلو. بصوا بقى دي هحطها كده اي حاجة يعني حطيها حسب ما انت عايزة تحطيها. انا كده هوت هعمل 3 فطرات، لا 4، هم هيطلعوا 4 هم، بس 4 صغيرين يعني فيهم واحدة كبيرة شوية، بس هما ال4 صغير، ال3 التانيين صغيرين. انا كان ممكن الواحد يعملهم 2، يعني هيطلعوا 2 حلوين. طبعا انا كنت هفردها كده وبعدين لا لقيتها ان هي تتفرد على الناحية التانية دي كده، وبعدين تحط يا دوبك سمنة بسيطة كده في الارضية بتاعت الصينية، وتسيبيها بقى براحتها كده هتفرد معاكي بكل سهولة. احنا حطيناه في التلاجة يجي مثلا 5 دقايق، ما حطيتهاش كتير لحد ما اتمسكت، بس علشان ايه من السمنة والزبدة ما يطلعوش منها. وفردت كده بالطريقة دي. والله طلعوا، يعني هي طلعت يعني خفيفة ورقيقة بس جميلة جدا والله. احنا عايزين مرة كده بإذن الله بقى نعملها اللي هي ايه فطير الشرقي. احنا بقالنا كتير قوي ما عملناش بقى الفطير الشرقي دوت، هنعمله بقى المرة الجاية ان شاء الله.
انا بحب قوي قوي المخبوزات، يعني حتى في الحر اللي احنا فيه دوت بس بحبه. بصي، اهم حاجة انك انت تلفي اللي هي الاتنين المفتوحين، تخليهم من جوه كده، تخليهم لجوه. والمرة دي هعمله مع البوتاجاز من فوق كده، واروح حطها تحت الشواية على طول. مش هعمل زي المرة اللي فاتت احطها في الفرن، عشان يعني انجز. يعني انا كنت عامله الفطير ده، والله ما كنتش عايزه انزله، بس انا قلت ايه انزله لكم، يمكن حد يستفاد منه او يعجب حد يعني. بس هو والله طلع جميل جدا، وما حاسه ان هو مش فيه سمنه كتير قوي من جوه، يعني ما خدش حتى سمنه كتير. بصوا، حطيت كده بقى وفردته زي ما انتم شايفين كده، يعني خليته يرتاح شويه، وبعدين بقيت افرده. وخلاص كده هحطه بقى من على البوتاجاز، وهشغل الفرن، الشوايه بتاعه الفرن. وبعد ما بخلص على طول بروح حاطاه تحت الشوايه. هوريهولكوا دلوقتي. يلا بقى بينا كده، دخلنا حطيناه على البوتاجاز. اول ما احس ان هي خلاص استوت من تحت، هروح حطاها تحت الشوايه. وفي فطيره كده ولا فطيرتين هقلبهم، يعني مش هحطهم تحت الشوايه ولا حاجه. زي ما بقولكوا والله انا ما كنتش هنزله ولا حاجه، دي قشطه. اول ما بتطلع كده الفطيره بروح عاملاها وهي سخنه، اروح دهنها كده بالطريقه دي. كده دي انا حطيتها خلاص اهي في تحت الشوايه. بصوا ما شاء الله الناحيه التانية برضو عامله ازاي. ومش عشان هي رقيقه نشفت ولا الكلام ده كله، لا ما نشفتش خالص ولا اي حاجه. هنا بقى برضو بجيب قلبتها وعملتها كده على الناحيه التانية. حطيت عليها القشطه. القشطه بقى فيها لبن فبتخليها طريه، يعني ما بتبقى كويسه، وتغطيها اهم حاجه. ما شاء الله طلعوا حلوين، وطلعوا 4 حلوين يعني. دول اللي هم بتهيألي الكبار اللي فيهم. والتاني لا ابدا، دي الكبيرة، اللي هي الكبيرة ديت اللي هي الاولانية خالص. ودي برضو اللي كانت في الصينية دي اللي انا هقطعها لكم على فكرة، ويمكن يعني هي ارق واحدة فيهم. الباقي كله ما شاء الله حلو ومليان. انا مش عارفة ايه اللي خلاني اخترت لكم اللي هي الرقيقة دي، هي دي اللي انا هقطعها معاكم. بصوا ما شاء الله بقى ابتدى ان هو يتنفخ ازاي ويعمل. يبقى كده معنى كده ان الفطير ايه كده ناجح. بروح حطاها على طول برضو تحت الشواية. متاخدش، بصوا مفيش ثواني كده على طول. واهم حاجة ما يكونش البوتاجاز عالي قوي ولا واطي قوي، يعني عشان ما ينشفهاش. ما يكونش عالي ولا واطي، يبقى مظبوط يعني. خلاص كده هو انا عملتهم كلهم اهو. واحطهم بقى مع بعضيهم كده وغطيهم، وهنحط بقى الايه العسل والطحينة اللي احنا حطيناه دول. وعشان بصوا بقى الجمال والحلاوة في ثواني. عايزة تعمليها على فطار، عايزة تعمليها على عشاء، عايزة تعمليها على الغدا، براحتك خالص. بصوا ديت اللي انا قلتلكوا عليها، هي دي ارق واحدة فيهم وخف واحدة فيهم، والباقي والله العظيم كله طري وجميل جدا. بصوا شايفين المورقة ازاي من جوه وعاملة ازاي. انا كلتها كلها، والله كلتها كلها جميلة جدا جدا وحلوة. وحاسة ان هي ما فيهاش سمنة كتير، مش عارفة ليه. يعني انا ما حطيتش الحمد لله سمنة كتير، ما خدتش يمكن ربع الكوباية او نص الكوباية كده. النص كيلو خد يعني اقل نص الكوباية. مع ان نعرف ان الفطير بياخد سمنة كتير، لا الدقيق ما خدش معايا سمنة كتير.